السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين يا رب تكونوا بخير. النهارده يكون الفيديو عن بطولة دوري ابطال اوروبا 2024 2025. هيكون عن دور ال 16. قبل كده كنا عملنا فيديو عن التوقعات وقلت التوقعات مين اللي هيكسب ومين اللي هيخسر وهيودع البطولة. النهارده يكون الفيديو مش توقعات، لا هنعمل اختيار عشوائي في دور ال 16 في كل مباراة. هنشوف الفريق اللي هيتأهل للدور ربع النهائي بشكل عشوائي. هيكون بالطريقه دي زي ما انتم شايفين. الكائن اللي قصادكم ده يتحط فيه ورقتين ملفوفين اللي هو مش باين فيهم اي حاجه. هختار بشكل عشوائي الورقه اللي هتطلع في ايدي دي اللي هتكون متاهله للدور ربع النهائي. يعني فريق كذا طلع في ايدي، هوريكم الورقه، يبقى ايه ده الفريق اللي هيتاهل للدور ربع النهائي. وطبعا الفيديو النهارده هيكون عن دور ال 16 فقط. لو عجبتكم الفكره اكتبوا في التعليقات ان استمر على السلسله دي واعمل للدور ربع النهائي والنصف النهائي والنهائي، ونشوف بعدين مين اللي هيفوز بالبطوله بالاختيار العشوائي. فطبعا الفكره لو عجبتكم ده في ايديكم انتوا. حط لايك للفيديو، اشترك في القناه لو انت مش مشترك، وفعل زر التنبيهات، واكتب في التعليقات استمر. ويلا بينا نبتدي فيديو النهارده. اول ماتش هنبتدي بيه هو ماتش كلوب بروج واستون فيلا. الورقتين دول الفريقين كلوب بروج واستون فيلا. هنحطهم هنا تمام كده، وايه نغطي ماشي ونقلب بس كده. استون فيلا ولا كلوب بروج؟ انا توقعي الشخصي استون فيلا ده على الورق. نبص كده ونشوف. بسم الله. توقعاتكم ايه؟ اكتبوا في التعليقات. هختار مثلا الورقه دي، يعني اخترت بشكل عشوائي. تمام. معلش ايه اللازق، تحس ان ايه قطع الورقه شويه، مش مشكله. ماشي نفتح الورقه. بسم الله. المفاجاه، يعني انا توقعي الشخصي استون فيلا، بس الاختيار العشوائي طلع لنا زي ما انتم شايفين كلوب بروج. الماتش اللي بعده نخش على ماتش ليل ودورتموند. بسم الله. ليل ودورتموند المفروض على الورق دورتموند على الورق. تمام كده. هنختار ونشوف طلع لنا ايه هنا. ماشي هختار الورقة دي. تمام. بسم الله. زي ما انتم شايفين كده دورتموند هو اللي هيتأهل للدور ربع النهائي. الماتش اللي جاي هيكون فاينورد وانتر ميلان. تعالوا نشوف فاينورد والانتر. هل هيحصل فاينورد انه يخرج فريق ايطالي تاني؟ الله اعلم. تمام. ادي الورقتين. نختار ورقة فاينورد ولا انتر، مش عارفين. انا اختار الورقة دي. بسم الله. زي ما انتم شايفين كده انتر ميلان ده العادي. بعد ما خلصنا ماتش انتر ميلان نشوف دلوقتي ماتش ارسنال وايندهوفن. مين اللي هيتأهل؟ انا في رأيي الشخصي ارسنال. كعلى الورق برضو ارسنال اقوى من ايندهوفن، لكن احنا شفنا المفاجآت. الفرق الهولندية طلعت فرق كبيرة من ايطاليا، فتعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. ارسنال وايندهوفن نشوف. انا حاسس انها هتبقى مفاجأة، مش عارف. ارسنال ولا ايندهوفن؟ تمام. انا اخترت ورقة كده عشوائية. طبعا انا يعني عامل كل الورق زي بعضه. تمام. نبص كده ونشوف. تمام. زي ما انتم شايفين كده ارسنال. يعني الحمد لله توقع طبيعي جدا، ما حصلش اي مفاجأة لحد دلوقتي الا كان اول مباراة اللي هي كلوب بروج واستون فيلا. تعالوا نشوف الماتش اللي بعده. الماتش اللي جاي هيكون من الماتشات اللي هي الجامدة اللي شفناها في مرحلة الدوري. برشلونة وبنفيكا، ريمونتادا برشلونة 5-4. فهنشوف دلوقتي هل هتحصل مفاجأة في الاختيار العشوائي. طبعا احنا ما بنختارش حاجة بايدينا ولا باختيارنا الشخصي، هو كله اختيار عشوائي. فتعالوا نشوف. بسم الله. بنفيكا برشلونة. نطلع ورقة. نخلي الاختيار، هخلي لكم ايه دي قصادكم المرة دي علشان ايه ماتش مهم جدا. حط بس دي هنا. ماشي. انا هختار ورقة من الاتنين.
اختيار عشوائي، هختار دي. ماشي، نبص كده نفتح الورقة ونشوف الاختيار ايه. مفاجأة الحلقة، المفاجأة بنفيكا هيفوز على برشلونة. يعني ده يعني حاسس ان ده ممكن بعيدة شوية، بس ممكن تحصل. بنفيكا برضو قدم يعني ماتشات قوية جدا. فهنشوف بقى الماتش اللي بعده. بعد ما شفنا مفاجأة بنفيكا وبرشلونة، تعال نشوف الماتش اللي بعده. الماتش اللي جاي هيكون من الماتشات اللي هي اتكررت كتير السنة دي. ماتش تحس ان هربان من الدوري الاسباني وجايين بيلعبوا بعض في دوري الابطال. هو ماتش ريال مدريد واتلتيكو مدريد. توقعاتكم اكتبوها في التعليقات برضو، لان الماتش ده من الماتشات المهمة جدا في دوري الابطال. ريال مدريد هو ملك اوروبا، 15 لقب، اكتر فريق فاز بدوري الابطال. فهنشوف دلوقتي الاختيار العشوائي هيطلع لنا ايه. هل هيحصل مفاجأة؟ تعالوا نشوف. بسم الله، الريال مدريد والاتلتيكو. الاتلتيكو. اللي بيشجع الريال يكتب في التعليقات برضو، واللي بيشجع الاتلتيكو يكتب في التعليقات مين اللي هيفوز. تعالوا نشوف. بسم الله. ادي ورقتين، تمام، ورقتين اهم. نختار واحدة منهم. نختار دي. بسم الله. نفتح الورقة كده. معلش تحس ان اللزق ايه شوه الورقة. المهم بس الورقة تتفتح. تمام. الحمد لله، اللي كنت متوقعه حصل. ريال مدريد هيتأهل، هيغلب الاتلتيكو. ريال مدريد هيكون في الدور ربع النهائي. تمام، ده طبيعي وكويس جدا. يعني ده اللي كان نفسي يحصل وفعلا حصل. تعالوا نشوف الماتش اللي بعده هيكون مين ضد مين. الماتش اللي بعده برضو ماتش هربان من الدوريات اللي بتحصل. الدوري الألماني، بايرن ميونخ وباير ليفركوزن بدل ما يلعبوا دوري الألماني بيلعبوا دوري الأبطال. فهنشوف دلوقتي مين اللي هيفوز، مين اللي هيتأهل للدور ربع النهائي. تعالوا نشوف. ادي نفس الخطوة، بايرن ميونخ باير ليفركوزن. الفرقتين بيأدوا أداء قوي. مين بايرن ولا الباير ليفركوزن؟ تعالوا نشوف. كفاية كده. بسم الله. أنا هختار الورقة دي. ماشي، استريحت الورقة دي. فتعالوا نشوف هل الاختيار هيكون كالمتوقع، لان في كتير بيتوقع بايرن ميونخ. تمام، الحمد لله. زي ما استريحت الورقة الحمد لله طلعت صح. بايرن ميونخ هو اللي هيتأهل للدور ربع النهائي، وباير ليفركوزن هيودع البطولة. تعالوا نشوف الماتش اللي جاي، الماتش الأخير في الدور ال16. الماتش اللي جاي هيكون من الماتشات القوية جدا اللي صعب حد يتوقعها. هو ماتش ليفربول وباريس سان جيرمان. من الماتشات طبعا القوية جدا. ليفربول في أحسن موسم ليه هذا الموسم. دوري إنجليزي مقدم كل حاجة. دوري الأبطال ماشي بشكل كويس جدا. باريس سان جيرمان اتأهل طبعا زي ما احنا شفنا كده من مرحلة البلاي أوف، بعد ما كان طبعا المركز بعيد شوية. لكن في الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان طبعا معروف، يعني هو مفيش غيره في فرنسا. فهنشوف دلوقتي مين اللي هيفوز، الليفر ولا باريس ولا ليفربول. تعالوا نشوف الاختيار العشوائي هيحدد لنا ايه. بسم الله. بسم الله. الليفر وباريس. بسم الله. طبعا مواجهة عربية، يعني عندنا صلاح وعندنا أشرف حكيمي. فتعالوا نشوف كده. بسم الله. نختار كده مين اللي هيطلع لنا. انا يعني نفسي الليفر، لان الليفر عامل شغل جامد جدا ويستحق انه يكون مجهوده في الاخر يفوز بدوري الابطال، لانه مقدم اداء قوي في دوري الابطال. الدوري الانجليزي قرب خلاص بشكل كبير جدا يحسم الدوري. فتعالوا نشوف الورقه اللي اخترتها دي. كان في ورقتين هنا طبعا. تمام، اخترت ورقه بشكل عشوائي، يعني انا ما بنقيش، يعني ما اعرفش انهي ورقه. نفتح الورقه ونشوف. بسم الله. بسم الله. الحمد لله. الحمد لله. يعني بختار الورقة دي وانا ايدي على قلبي. فالحمد لله ليفربول هو اللي هيتأهل للدور ربع النهائي. باريس هيودع البطولة طبعا من الفرق الكبيرة جدا، وشفنا كمان السيتي لما ودع البطولة. فرق كبيرة جدا بتودع البطولة. هو ده دوري الابطال، فرق كبيرة بتلعب بعض، لازم واحد هيخرج منهم. فطبعا اللي بيكون الاقوى هو اللي بيكمل. زي ما شفتوا كده الفرق اللي اتأهلت للدور ربع النهائي، عندنا كلوب بروج ودورتموند وانتر ميلان
وارسنال وبنفيكا وريال مدريد وبايرن ميونخ وليفربول. طبعا في حاجات مفاجأة ان برشلونة يخرج من بنفيكا، دي طبعا انا مستغربها، بس طبعا ده اختيار عشوائي. لسه الماتشات طبعا لما تتلعب الذهاب والاياب لسه، وبرشلونة طبعا من الفرق المقدمة اداء مرعب جدا هذا الموسم، فهنشوف. ممكن تحصل مفاجأة برضو بنفيكا، يعني كرة القدم مليانة بالمفاجآت، فهنشوف كده الماتشات اللي جاية. وطبعا الفيديو النهاردة حاولوا توصلوه لأعلى اللايكات علشان ان شاء الله نعمل سلسلة تانية للدور ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.